أهلا بيكم في قصة رعب حقيقية حصلت لأحد الفنانات المعروفات. حكايتنا حصلت مع الفنانة المعروفة أروى جودة اللي كانت عايشة في شقة أهلها مع الجن والعفاريت، لدرجة كانت بتذاكر معاهم، وفي وقت الفراغ كانوا بيسلوا وقتهم وبيشغلوا التلفزيون. أحداثنا كلها حقيقية، هقولها النهاردة بكل تفاصيلها في الحلقة دهية. بس تحذير، لو قلبك بيخاف ما تكملش معايا التفاصيل دي. نكمل ونقول بسم الله. البداية كانت مع الفنانة أروى جودة، وحكايتها حصلت لما كانت طالبة في الجامعة. كانت في الوقت دوت سافروا أبوها وأمها وسابوا مصر لإحدى الدول العربية، ورجعت بعد 20 سنة لوحدها علشان تدخل الجامعة. ولا طبعا ما كانش فيه شقة غير شقة أهلها اللي مقفولة بقالها 20 سنة، وبالتالي شقة مهجورة الفترة دي، فكانت مرتع للي بالي بالك. كانت الشقق يعني الشقة كلها فيها صناديق متربطة، يعني العفش مش مفروش، والأوضة الوحيدة اللي كانت هي مجهزاها علشان تقدر تعيش فيها هي أوضتها، إنما باقي الشقة تعتبر مقفولة ومتربطة بالكراتين اللي هي موجودة فيها. الفنانة أروى جودة بتقول إن هي كان كل اللي يهمها في الشقة الأوضة اللي هي وضبتها علشان تعيش فيها، إنما باقي الشقة كانت سايباها ما يهمهاش في حاجة. وفي يوم من الأيام لما كانت قاعدة بتذاكر لقت صوت دوشة برا. طلعت استغربت الصوت ده منين. هي بتقول ان الشقة عبارة عن طرقة وبعدها طرقة وفي زي صالة كده صغيرة، ومن ضمن الموبيليا زي ما بيقولوا كده عليها بتاعت الشقة موبيليا قديمة بتاعت 20 سنة فاتت، اللي هو التلفزيون. اكيد كل الناس يعني بتوع زمان يفتكروه، اللي هو التلفزيون اللي ليه اريال كده ويقعد يتحرك، وكان اللي هو بيتك عليه بزراير. فبتقول ان هي استغربت صوت ايه اللي بره ده مفيش حد اصلا في الشقة ولا معاها اي حد. طلعت وكان قلبها جامد قوي، وده اللي بحسدها عليه. وبتبص لقت حاجة مرعبة في الصالة، لقت ان التلفزيون اشتغل. التلفزيون كان مطفي وما كانش شغال، وهي كانت قافلة باب اوضتها عليها وبتذاكر. الظاهر زهقوا وقالوا يسلوا وقتهم، وهم زهقوا. هي عمالة تذاكر وهم زهقانين مش عارفين ياخدوا راحتهم في الشقة اللي كانوا عايشين فيها، فقرروا ان هم يتفرجوا على حاجة تسليهم وولعوا التلفزيون. بتقول وبستغرب من جمدان قلبها ان هي بصراحة في الوقت ده قلقت شوية وسابت الشقة وراحت عند خالتها، قعدت عندها وباتت في اليوم ده. طبيعي انا كنت مستنية ان هي تقول ان هي مش هترجع للشقة دي تاني، بس من الغريب والعجيب والمريب والمرعب ان هي رجعت للشقة زي ما قلت في اول الفيديو، مجبر اخاك مع بطل. وان هي قررت ان هي تقعد. وبتقول في احد المرات وان هي قاعدة بتذاكر في اوضتها سمعت صوت الدولاب، وانتوا عارفين دواليب بتاعت زمان كان ليها صوت معين في الفتحة، زيق. بتقول سمعت صوت الدولاب بيتفتح. الظاهر ان حد كان على سهراية وعايز ياخد حاجة من الدولاب يتشيك بيها، وبرضه كانت بتاخد الموضوع عادي جدا، وكانت بتتأقلم معاهم وفي العيشة معاهم، واضطرت ان هي تقعد في الشقة بحجة ان هي ملهاش مكان غير شقة ابوها وامها تقعد فيها. بصراحة لو انا مكانها مكنتش هقعد ثانية واحدة. شافت احداث كتيرة جدا في الفترة دي من اخواننا، وبرغم من كده اتأقلمت ان هي تعيش معاهم. احداث مرعبة شافتها مش هنكملها للناس اللي قلبها بيخاف من الاحداث دي، بس دي كان ابسط حاجة قالتها الفنانة اروى من اللي شافتهم اول ما جت الشقة. انا حبيت ان انا اوضح حاجة، الشقق او الاماكن المهجورة وبالذات لفترات طويلة دي بتبقى مكان مناسب جدا الجن او العفاريت ان هم يسكنوا فيها. عشان كده محد يعني تلاقي دايما يقولك بلاش تسيب مكان مهجور، بلاش تسيب مكان مقفول فترة،
شغل في قرآن، شغل كور، خلي الرجل عليه ما بين وقت والتاني. اللي هم في الطبيعي حتى واحنا عايشين هم عايشين حوالينا، فما بالك في مكان مهجور. بس الظاهر اللي هم كانوا في شقتها كانوا ناس وأسرة كده وأصحاب مزاج بيسلوا نفسهم، مرة يشغلوا التلفزيون، مرة يفتحوا الدولاب وما خفي كان أعظم. دي حكاية الفنانة أروى جودة مع شقة أهلها، واللي كانت قاعدة فيها لوحدها مع الجن والعفاريت، وكانت متأقلمة معاهم خالص. بصراحة والله العظيم ما اقعد دقيقة في الشقة بعد اللي شفته أو سمعته في الشقة المسكونة. في ناس قلبها جامد يا جماعة. برضو هنقول في نهاية حلقتنا إن لازم تحصنوا أنفسكم بقراية القرآن الكريم. كلمات الله وكتاب الله هو المنقذ والحامي من أي أذى حواليكم. ومش بس كده، لازم تحصنوا نفسكم بالأذكار، ولازم ان انتوا تخلوا بالكم. يعني مثلا ما تشتغلوش بالليل في وقت هما شايفين ان ده وقت خاص بيهم، فبلاش تزعجوهم او تضايقوهم في الوقت ده. بلاش الشغل بالليل، بلاش يجيلك النشاط او يجيلك الحيوية وتبقى تقلبوا الشقة بالليل او تعملوا دوشة. هما ليهم وقتهم زي ما هما شايفين ان انتوا ليكوا وقتكم، هما كمان ليهم وقتهم. فبلاش كده، لان في قصة انا هبقى احكيها لكم عن ناس كانوا بيعملوا حاجات في الشقة بالليل وسمعوا في الحمام. خدت واحدة جات لها الهمة ان هي عايزة تغسل وكده، وسمعت حد بيقول لها كفاية كده. دي قصة حقيقية هبقى احكيها لكم مرة تانية. بس انا حبيت ان اوضح احسن حاجة للتحصين وللحماية هو كتاب الله، وخصوصا سورة البقرة، والتحصين بالأذكار والبخور، لأن أي ريحة حلوة بيكرهها الجن والعفاريت. حفظكم الله وحفظنا جميعا من أي ضرر أو أذى. والأول مرة يشوف القناة أتمنى يشرفني بالاشتراك والانضمام لأسرتنا الكريمة، ده شرف على راسي. وفي نفس الوقت ياريت تشرفوني باللايك الحلو. وشكرا لنصايحكم ولدعمكم المتواصل ليا، اخواتي اللي بيتابعوني من سنين طويلة في قنوات التانية، قنوات روشة مصطفى وقنوات جرايم روشة. واتمنى تشرفوني بانضمامكم في القناة بيت الرعب المختصة بالجن والعفاريت، قصص حقيقية. واللي بيشكك في المواضيع دي مالوش مكان عندنا، لان حكايتنا كلها حكايات حقيقية حصلت، وحكايات منها انا شفتها بنفسي وحصلت ليا كمان وحصلت لناس قريبين مني جدا. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا اخواتي وحبايب قلبي، بحبكم في الله.